السلام عليكم، كي دايرين؟ كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير في دوام الصحه والعافيه. رمضان على الابواب، ما بقى ليه والو. كما خصنا نتهيئوا روحانيا اولا، ثم بالمائدات ديالنا المغربيه العريقه والاصيله، وبالمعاسلات ديالنا اللي على راسها الشباكيه دائما. وكل واحد كيديرها بطريقته. انا غنشارك معكم اليوم طريقتي الخاصه، وغنضيف عليها شي اضافات اللي غادي تخليها زوينه بزاف، وان شاء الله غتعجبكم. ما نطولش عليكم، يلا تشوفوا مع المقادير وطريقه التحضير. خديت هنايا مقلاة درت فيها النفع، وغادي نصهطو واحد شويه، غير نصهطو يعني كنحطو في مقلاة واحد هكذايا واحد 30 سكوند ونحيدو. ونفس الشيء غندير الزنجلان اللي خديتو نقيتو، وحتى هو غادي نصهدو غير واحد شويه باش تحيد لي منه ديك المروريه وصافي. هنايا في نفس الوقت غادي ناخذ الزبده ديالي اللي غادي نحطها في كاسرون، وغادي ندوبها حتى تولي على هذا الشكل، تولي غدا البني يعني نوازيت. هادو هما المقادير ديالي فاش وجدتهم. بعد ما صهدت هذاك النفع غادي نطحنو مزيان وغادي نغربلو، وحتى حبة الحلاوات حتى هي طحنتها مزيان وغربلتها. وهنايا غادي نوريكم المقادير كاملين، السوائل وحتى النواشف. اني الواحد عندي هنايا كاس ديال العنبه ديال الزيت اللي مخلطه ما بين الزيت البلديه والزيت الروميه، وهذا هو الكاس ديال الزبده. يعني خديت كاس العنبه وعبرت به الزبده ديالي، دائما كنعبرو بنفس الكاس. وهنا عندي كاس ديال الزنجلان، وغادي نزيد عليه حتى هو واحد شويه، تقريبا ربع كاس، يعني عندي كاس وربع ديال الزنجلان. وغادي نضيف ايضا واحد كاس ديال العنبه ديال اللوز اللي خديتو هكذا بقشورو كلشي ليه وطحنته مزيان، وحتى هو خديت منه كاس وربع. وهنايا عندي القرفه اللي غادي نستعمل منها واحد الملعقه اللي تكون مملوءه جيدا. وهنايا عندي حبه الحلاوه اللي طحنتها وغربلتها اكيد، وغناخذ منها ملعقه ايضا مملوءه جيدا. وهذا هو النفع اللي صهدته حتى هو وطحنته وغربلته، غادي ناخذ منه ملعقه ايضا. وعندي هنا واحد شويه ديال الملح، دائما لتعديل الذوق فقط. وهنا عندي واحد شوي كوكا كديبه ديال خميره ديال العجين وحبيبات الخميره. وهنا عندي ضماد الزعفران، اللي عنده الزعفران الحر يستعملوا، كل واحد كيتمشى على قدو على حسب المستطاع. وهنا غادي نستعمل الخل، حتى هو ناخذ منه ربع كاس. وعندي ماء الزهر، انا غنوريكم شحال غناخذ منه. وهنايا واحد الساشي ديال بيكنج باودر او خميره الحلويات، غادي ناخذ منها ملعقه فقط، يعني تقريبا النصف ديالها او 3 غرام فقط. هادو هما المكونات ديالي، وجدتهم حطيتهم قدامي. انا هنايا دابا غادي ناخذ واحد الكاسرونه وغادي نكب فيها واحد الكاس ديال العنبه ديال مورد ماء الزهر استسمح، وغادي ندفيه واحد شويه ونحط فيه هذيك الضمه ديال الزعفران وندوبها. وهنايا خديت آلة الطحن الكهربائيه او الكاس ديال العصير ديال مولينيكس، وغادي ندير فيه كاس ديال الماء يكون دافي، وكاس ديال ماء الزهر اللي دفيته ودرت فيه طامه ديال الزعفران، وغادي نصفيه باش اللي يبقى من هذيك الضويمه ما يدخلش ليه مع المكونات. وهذا هو الكاس ديال الزيت اللي مخلطه ما بين الزيت البلديه والزيت الروميه، تقريبا نص. وهذا هو الكاس ديال الزبده اللي دوبناها مزيان حتى ولات على شكل نوازيت. كتحطوا الزبده ديالكم في كاسرونه وكتنقصوا عليها مزيان، وكتخليوها كذوب على خاطرها حتى كتبان لكم كيتبدل اللون ديالها وكيكون غادي للقهوي مفتوح. هنايا غادي نضيف واحد الملعقه ديال النفع اللي من اللازم اننا نغربلوه، وملعقه مملوءه جيدا من حبه الحلاوه، حتى هي من الاحسن اننا نغربلوها مزيان. والقرفه حتى هي ملعقه مملوءه جيدا
حتى هي من الأحسن أننا نغربلوها. وهذا هو اللوز أو الزنجلان بحال عندنا نفس المقدار ديال اللوز والزنجلان. أنا درت كاس وربع، بغيت الشباكية ديالي تجي مقومة مزيان وماشي فيها غير الدقيق، يعني ناكلو الشباكية ونحسو بالمكونات الداخل ديالها باينين مزيان. إذن ضفت كاس وربع من الزنجلان اللي مطحون مزيان واللوز اللي طحناه كاس وربع. هنا غناخد كاس العنبة وغادي ندير به 1/4 كاس ديال الخل. جميع هاد المكونات هادو كنخلطوهم في الطحان الكهربائي اللي غيساعدنا بزاف. وهنايا غادي نضيف 1 ملعقة ديال الدقيق باش نخلطو بهم هادوك المكونات. صافي غادي نضيف هنايا 1 الملعقة ديال البيكنج باودر او خميرة الحلويات او الخميرة، كل واحد شنو كيقول ليها. وهنا غادي نزيد 1 القبيصة ديال الملح، غير واحد شوية. وغادي نضيف ايضا واحد شوية ديال الخميرة ديال العجين، وممكن ما ديروهاش كاع وتستغنوا عنها بالنسبة للناس اللي غتجيهم الخدمة في الشباكية ثقيلة شوية، ولا غيخليوها تبات حتى الغد ليه عاد غادي يقليوها. من الأحسن ما ديروش كاع الخميرة ديال العجين. صافي، وهذيك هي المستكة الحارة غادي نخليها حتى الاخر، وغادي نطحنها مع شوية ديال سنيدة وغادي ندهرها مع باقي المكونات. غنطحن هاد المكونات السائلة مع المقادير اللي شفتو مزيان في الطحانة الكهربائية. وهنايا عندي ديك المستكة الحارة اللي طحنتها مع شوية ديال السنيدة وتولي ليا على شكل بودر. غادي نضيف عليها دوك المكونات السائلة اللي خلطتهم مع اللوز والزنجلان النافع حبة الحلاوة القرفة. غادي نسبق السوائل في القصريه ديالي او الاناء اللي غادي نعجن فيه. وهنايا غادي نبقى نضيف الدقيق شويه بشويه كيف ما كتشوفوا. اولا غادي نضيف 3 الزليفات اللي يكونوا هكذايا صغار هما باش غادي نبدا، وغادي نجمع العجين بطريقه العاديه، ماشي كنعجنوا غير كنجمعوا العجين. الشباكيه ما كنعجنوهاش، وهاد الطريقه هذه اكيد انها غتجيكم سهله بزاف. هانتوما كنجمعوا غير برؤوس الاصابع في البدايه، وحنا كنضيفوا في الدقيق ديالنا حتى كتجمع لينا الشباكيه ديالنا وكتولي بالقوام الصحيح او القوام اللي بغيناه. هانتوما هذه هي الطريقه، غير كنجمعوا ما كنعجنوش. والدقيق دائما كنكبوه في الوسط وحنا كنجمعوا. انا عبرت 1 كيلو وربع ديال الدقيق درتو قدامي وكنضيف فيه شويه بشويه، وفي الاخير غنقول لكم شحال خدات ليا تقريبا. هنايا العجين ديالنا ما خصوش يكون مرخوف بزاف، من الضروري ان عجين الشباكيه قد ما بغيتوها تجيكم هشيشه بزاف قد ما قصحتوها شويه من الاول. يعني عجين الشباكيه ماشي كيجي لين ولا رطب، ضروري ما يكون شاد في راسو بزاف كما غتشوفوا معايا في النهايه ديال العجين. هذه هي الطريقه باش كنجمع، وكنضيف دائما الدقيق في الوسط ديال العجين. غنستمر بهذه الطريقه هذه تجمع لي العجينه ديالي وتولي بهذا الشكل هذا. يعني كتجيكم من الصعب ان اليد تدخل فيها حتى الاصبع ديالكم. هانتوما كنجربها بهذه الطريقه هذه، يعني ما سهلش الاصبع يدخل فيها، وحتى هنايا السكين باش كنقطعها ما كيدخلش فيها بسهوله. هانتوما كنستعملوا 2 اليدين باش يلاه كنقطعها. هذا العجين هذا كيجي ناجح في الشباكيه 100%، وغتصدق لكم قد ما كانت متماسكه العجينه ديالها، قد ما كانت شاده في راسها، قد ما كتجيكم الشباكيه ديالكم ناجحه ومضمونه وكتجي هشيشه بزاف وكتذوب في الفم. انا قطعتها هنايا على 6
قطع وغادي نكورهم هكايا، ندير فيهم كويرات، وغادي نحاول هكذا نزيد نجمعهم واحد شويه. صافي غادي نزيد نملس لهم السطح ديالهم بهذه الطريقه هذه كما كتشوفوا معايا. صافي تحصلت على 6 قطع او 6 كويرات من عجين الشباكيه. انا غنغطيهم هنايا واحد 10 دقائق، واستعملت هنايا كيس بلاستيكي غذائي فرقت فيه دوك الكويرات، وغادي نغطيه واحد 10 دقائق فقط. من الاحسن مع هذا الجو البارد انكم تغطوا الشباكيه ديالكم دائما. بعد مرور 10 دقائق بالضبط خديت الكويره الاولى، غادي نسرحها هنايا بهذه الطريقه هذه. جيت سهله غير بالدلاك اليدوي، غادي نطلقها واحد شويه ماشي بزاف، وغادي نحاول انني نطويها بالشكل العادي او نورقها. هانتوما كتشوفوا معايا طريقه جيت سهله. كناخذ كل جانب وكنديرو على الجانب الثاني صافي، ونجمعها ونهز الكويره الثانيه نفس الشيء غندير ليها. غنسرحها غير واحد شويه بهذه الطريقه هذه. هانتوما كنقلب فيها، يعني هاد المرحله هذه هي اللي كتخليها تشبك لكم من الداخل ويوليو فيها دوك الفقاعات اللي يكونوا عامرين بالعسل. يعني من الاحسن انكم ديروا هاد المرحله هذه ما تستغناوش عليها. صافي غادي نستمر ونكمل جميع الكويرات ديالي بنفس الشكل، وغادي نطويهم هاد الطويات هادو وغنردهم للبلاستيك الغذائي، وغادي نغطيهم دائما باش ما يضربهمش ليا البرد، ودائما باش يجيوني سهلين في الخدمه. هانتوما غادي نغطيهم وغادي نهزهم بعد مرور 10 دقائق ثانيه، يعني فاش ارتاحوا ليا للمره الثانيه. وغادي نسرح الكويره اللي بديت بها وجاتني بهذا الشكل هذا بعد ما طويتها المره الاولى. غادي نزيد نسرحها واحد شويه. هانتوما العجين ديالي كيعطيني الطوع وكيساعدني في التوراق وكيساعدني انني نطلقو بما انني كنغطيه. غنسرحوا بهذه الطريقه هذه، وغادي نعاود نجمعوا بهذه الطريقه بحال شي مسمنه وغيولي عندي بشكل مربع. هانتوما يعني بهذه الطريقه كنورقوه وكيجي زوين بزاف. وغادي نزيد نغطيه من 10 دقائق لربع ساعه، عاد نبدا في المرحله الثالثه. غنستمر في العجين بنفس الطريقه، يعني كناخذ كويره بكويره. اللي سبقتها في الاول هي باش كنبدا، والثانيه والثالثه وكل وحده يعني بنفس الترتيب، وكنديرنيهم بنفس الشكل. كنطويها نفس الطويه وكنستمر وكنخليه حتى كيرتاح، ونهز الكويره باش بديت كنسرحها بالدلاك اليدوي. من بعد ندوزها في الماكينه على النمره 5. اولا كندوزها في النمره 4 ثم النمره 5، وكل واحد وكيفاش كيبغي الشباكيه ديالو. كاين اللي كيبغيها رقيقه بزاف، كاين اللي كيبغيها تكون باينه شي شويه. انا كنبغيها رقيقه، والماكينه عندي يعني النمره اللي كتجي فيها رقيقه هي النمره 5، ماشي رقيقه بزاف وانما يعني على القياس. صافي كندوزها بحال هكذا في الماكينه كتساعد بزاف، ولكن اللي ما عندهاش ممكن تستعمل غير الدلاك وغادي يقضي الغرض ان شاء الله. غير من الاحسن انكم ترقوها مزيان. هنا غنبدا معكم بواحد الشكل اللي ما كيحتاج تشباك، اللي سهل بزاف. اكيد ان اي وحده غادي ديرها او غتصايب الشباكيه ديالها، رغم انها ممكن تكون ما عمرها صايبه الشباكيه، ولكن بهذه الطريقه هذه غتجيكم جيت سهله وغادي تعاونكم بزاف، وماشي من الضروري انكم تعرفوا التشباك. انا زيت العجين ديالي بعد ما سرحته مزيان ودوزته في الماكينه ديال الشباكيه. هنايا قطعته على شكل شرائط ويكونوا متساويين في الحجم. صافي غادي نحط كل شريط فوق الاخر. عندي هنايا 5 ديال الشرائط. هانتوما بهذه الطريقه سهله جدا، يعني هذه الطريقه ما كتحتاجوش فيها حتى شي
تعب ولا شي مجهود ولا حتى شي حاجه. هاد الطريقه سهله جدا، وحتى الشكل ديالها كيبان راقي، وغادي تشوفوا معايا في نهايه الفيديو كيفاش كتجي فاش كطيب. هذا هو الشكل باش بديت. كنقطعوه بحال هكذايا، كنقطع هذوك الشرائط كيعطيوني 4 ديال شرايط صغار. غادي نحاول انني نحلهم باش ما يجونيش متلاصقين من الداخل. صافي كنقرصهم هكا في الجوانب، وين بانوا لي دوك الجوج اللي لداخل متلاصقين كنعاون بواحد السكين بحال هكذايا وكنحلهم. وهالشكل ديال الشباكيه موجود، كيجي بهذا الشكل هذا، وكيجي احسن فاش كيطيب. اهم شيء انكم تقرصوا داك الجناب مزيان 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 باش ما يتحلوش لكم في الزيت. وهذا هو الشكل النهائي باش كنتوصلوا. نفس الطريقه غادي نستمر حتى نساليهم كاملين، ولا نسالي داك المقدار اللي بغيت. هنايا غادي ندير الشكل الثاني، غندير معكم الشكل ديال ايامات زمان الزمن الجميل. واحد الشكل اللي زوين بزاف ولكن ساهل، وغادي يجيكم سهل في التشباك ديالو. هنايا ساعدت بهاد الآلة هذه اللي كتساعد الصراحة وكتقطع الشباكية، وكيجي واحد الشكل اللي هو متساوي، واحد المربعات اللي متساويين. وهنا فاش كيشطوا لي دوك الجناب ما كنعجنوهمش، كنجمعهم بهذه الطريقة هذه شي فوق شي، وكندخلهم في العجين اللي مازال ما طلقناش. هكذاك ما كيبقى لي حتى شي عجين وما كتخسر حتى شي حاجه. هذا هو الشكل. كنهز الشريط الاول فوق يدي، التحتاني كنهبطو، الثالث كنهزو الفوق، الرابع كنهبطو، والخامس فوق الصبع. الفيديو راه غادي يوضح لكم اكثر من الشرح الشفهي. هانتوما ركزوا في الطريقه. غنصايب معكم واحد الوريضات زوينين هانتوما، وبواحد يعني بطريقه بسيطه جدا. هذا هو الشكل الثاني اللي غنصايب معكم، يعني تشباك ديال الزمن الجميل ديال الوالدات ديالنا. هذا الشكل هذا تعلمته من عند الوالده، الله يخليها ليا ويخلي لكم مواتكم واللي عز عليكم يا ربي. المهم كناخذوا الشباكيه ديالنا. هانتوما راه الشباكيه رقيقه. كندخلوا الصبع ديالنا بعد ما كنهزوا 3 الاشرطه فوق الصبع، وجوج كنخليوهم من التحت، وكنشدوا هاد الجوانب الاخرانيين في الشباكيه، كنجمعوهم كنقرصوهم مزيان مزيان، كندخلوهم من الداخل ونقلبوا. وهانتوما تحصلتوا على واحد الوريضه اللي هي زوينه وكتجي كلها مشبكه من الداخل. وهذا هو الشكل اللي بغيناه، جيد سهل وبسيط. غادي نزيد معكم مره واحده اخرى نوريكم الطريقه. كنهزوا الشريط الاول، الثاني كنهبطوه، الثالث كنهزوه، الرابع نهبطوه، والخامس نهزوه فوق الصبع. انا كنوريكم هنايا انا كندخل الصبع ديالي كامل، وكنشد دوك القنات الاخرانيين ديال عجين الشباكيه ديالنا، وكنقلبوا كلشي والداخل دوك القنات راه دخلناهم الداخل. وها هي الشباكيه ديالنا هذه هكذا كتكون، يعني كتجي واحد الوريضه اللي غزاله بزاف وزوينه يعني، وما كاينش فيها التعب، وجد بسيطه وسهله. غنستمر بهذه الطريقه هذه حتى نساليهم كاملين، وغادي ندوز باش نقلي الشباكيه ديالي. هذا هو العسل اللي حضرت معكم، واللي بغى الطريقه ديالو يعني جد سهل وبسيط وبمكونات متوفره في كل بيت، غادي يلقاه في صندوق الوصف. انا غندوز نقلي الشباكيه ديالي هنايا، وغادي ناخذ هاد المقلاه هذه اللي كتساعدني بزاف الصراحه. هاد المقلاه اللي كيقولوا ليها ديال الشينوا، كتكون مجموعه من التحت وكبيره من الفوق، كبيت فيها اطرو ديال الزيت. وهنايا غادي نشهد العافيه بدايه تتسخن لي الزيت مزيان مزيان مزيان، وراني وجدت كل شيء قدامي. الزيت راه بدات كتسخن، وهي العافيه كنعتها لكم انني شهدت العافيه تسخن لي الزيت ديالي مزيان. العسل اللي صايبناه وغتلقاو الفيديو ديالو في صندوق الوصف بطريقه سهله. هنا بعد ما سخنات الزيت ديالنا غنخليو العافيه باقي مجهده. علاش؟ باش غادي نحطوا الشباكيه ديالنا غادي تنتفخ. يعني هذه هي الطريقه، كتخليو العافيه مجهده في الاول حتى كتحطوا الشباكيه ديالكم كاملين، كتهبط الشباكيه كتهبط لتحت وكتطلع وهي منفوخه. غادي نسربيو ايدينا وغادي نحطوا
المقدار اللي بغينا ولا المقدار اللي غادي تهز لينا المقلاة. والاناء اللي كتقليو فيه من الاحسن انه يكون شي حاجه غارقه وشي حاجه شويه ثقيله. صافي فاش كتنفخ لينا الشباكيه يعني في ديك الدقيقه الاولى كنرجعوا ونقصوا العافيه ماشي مزيان من مهيله غدا المتوسطه. انا غنوريها لكم مازال في الفيديو وغادي تشوفوا كيفاش كنقلي فيها. هذه هي الشباكيه ديالي بعد ما طابت ليا، يعني فاش كطيب على الجهه الاولى كنقلبها على الجهه الثانيه، وهنايا كنهزها بواحد غرفه اللي تكون مشبكه. ودائما كنستعمل واحد المنديل اللي نمسح بها تحت ديال المغرفه باش ما تاخذش ليا الزيت ونحطها يعني في العسل. صافي كناخذ الشباكيه ديالي وكنحطها في العسل بهذه الطريقه هذه، وكنحاول انني نستعمل 2 اناءات باش كل ما هزيت دفعه ديال الشباكيه نحطها في اناء ونخليها حتى تشبع من ديك العسل وتشرب ليا مزيان. وانا كنستعمل هذه الشباكيه هذه باش نستقطرها فيه. صافي غادي نستمر بنفس الطريقه، وغادي نحط الشباكيه ديالي على نار اللي تكون مجهده في الاول، ونسر بيديا ونحط الشباكيه المقدار اللي بغيتو او اللي غادي تهز ليا المقله ديالي. راه العافيه مجهده في هذا الاثناء غنسر بيه بحال هكايا. هانتوما غير كتحطوا الشباكيه ديالكم ما شاء الله يعني في الحين كتنفخ وكتولي كلها مشبكه وباينه. هانتوما العافيه ماشي مهيله، راه وريتها لكم في واحد اللحظه ولكن مهيله زايده شويه. صافي غادي نخليها حتى طيب على الجانب الاول ونقلبها، وبنفس الطريقه كنحطها في العسل ونستقطرها مزيان. ودائما المغرفه ديال العسل بوحدها والمغرفه ديال الشباكيه او ديال الزيت بوحديتها. وهذا هو الشكل الاول اللي صيبت معكم، يعني الشباكيه بلا تشباك هكذا كتجي شكل زوين بزاف وراقي وسهل جدا، واحد يقدر يصيب الشباكيه بهذه الطريقه هذه. هنايا حبيت نشارك معكم هذه القريعات. كنا كنديروها من شحال هذه، كنهز قريعه ديال الزاج ديال الكونفيتور كندير فيها الزنجلان ديالي وكنتقبها بهذه الطريقه هذه، كيساعدني ان نرش الشباكيه ديالي بالزنجلان بطريقه متساويه وكيتوزع ليا مزيان، وحتى باش ما نوسخش يديا الا كان فيهم مثلا العسل ما يلصقش فيا الزنجلان. يعني هذه الطريقه هذه جد بسيطه ولكن كتساعد بزاف. وهذه هي الشباكيه ديالي بعد ما قلتها ودرتها في العسل وخليتها تسقطر. هذا هو الشكل ديالها النهائي، طريقه جد بسيطه ولكن كتجي زوينه بزاف، كتجي ما شاء الله هشيشه بزاف بزاف بزاف، كتذوب في الفم وكتعجبني الشباكيه تكون رقيقه كما العاده. كنقول لكم دائما الامور او الوصفات ديالي او المعجنات دائما كنديرهم رقاق. وهذه هي الشباكيه ديالي كتجي مجعبه من الداخل وهشيشه بزاف، واهم شيء انها كتجي بنينه وكلها مكونات اللي زوينين بزاف، يعني ما كتحسش انك كتاكل الدقيق فقط، كتجي مقومه مزيان وبمعنى الكلمه وكتجي هشيشه. غادي تعجبكم بزاف ان شاء الله. حاولوا تطبقوا الوصفه وتجربوها. وهنايا وصلنا لنهايه الفيديو. هذه هي الشباكيه ديالي وهذه هي الوصفه ديال اليوم. كنتمنى انها تعجبكم وتطبقوها. نشوفكم في فيديو جديد ووصفه جديده، واشكركم مبروكه والله يجعله مغفره الذنوب ولا يتقبل منا ومنكم. نشوفكم في فيديو جديد ووصفه جديده. الى اللقاء.